ماما، نعم. انا عايزه اكل اكله من بره. اشمعنى اكل من بره ليه؟ ما هو انا هقوم اعمل اكل. مزاجي كده. مزاجي؟ ما فيش حاجه اسمها مزاج. الاكل من بره دلوقتي بقى غالي مولع، ما حدش دلوقتي بيجيب طب اكل أنا من بره. مالي؟ انت مالك ازاي؟ انا مالي؟ حبيبتي الاكل بره بقى غالي، ودلوقتي الناس كلها بتعمل اكل في البيت. انت عايزه تاكلي ايه؟ مكرونه ها؟ ها؟ خليها بطاطس وبانيه. عايزه بانيه من بره اللي احنا بنجيبه من بره؟ اه. طب ماشي، انا هجيب لك بانيه من بس لو بره. طلع وحش هتطلبي لي من بره. خلاص ماشي اتفقنا. طلع وحش هطلبك، لو طلع حلو مش هنطلب من بره تاني. خلاص ماشي، يلا قومي بقى. قمت بقى بسرعه كده، رحت خليت البواب جاب لي ايه بقى، جاب لي بانيه اهو. طبعا البانيه احنا عارفين كلنا ان الاسعار ولعت والبانيه غالي، بس مش هيجي اغلى من الحاجه بتاعت الجاهزه اللي بره. فانا لازم اوفر دلوقتي واجيب حاجات اعملها بنفسي. طبعا بيبقى اريح للست ان هي تشتري اكل من بره، بس انا عايزه اقول لكم هي بتشتري الوجبه اصلا. يعني انا بنتي بتشتري الوجبه اصلا حته قطعه بانيه بس بتبقى كبيره شويه، وشويه مكرونه صوص ابيض وشويه بطاطس. الوجبه دي بتعمل لها حوالي 220 جنيه. فانا ليه اعمل كده؟ انا جبت كيلو بانيه والمكرونه والوايت صوص وكله، وكيلو بانيه مش قطعه بانيه، جايباهم كلهم على بعض كده مثلا مكلفيني 230 240 جنيه. فبحق وجبه عملت 100 وجبه. المهم جبت دلوقتي، خليت البواب جاب لي البانيه، وقطعت بصلايه زي ما انتم شايفين كده عشان ايه اتبل البانيه بتاعي، وحطيت عليها شويه خل وشويه ملح وهحط شويه فلفل اسود، وهدعك. طبعا انا غاسله ايدي كويس فمحدش يعيب. فقعدت ادعك كده بنفسي كده الايه البصل كده عشان ينزل ايه النكهه بتاعته في الميه. طبعا انا مش عايزه البصل ده ولا تفل البصل، انا عايزه الميه بتاعته. فبعصر البصل كده عشان اخلي الميه بس بتاعته، هرمي البصل نفسه واخلي الميه بس اللي نازله عشان اتبل بيها. حطيت عليها فلفل اسود، وهحط عليها ملح، واحط عليها بصل بودر، واحط عليها توم بودر، واحط عليها بابريكا. ولو انت عايزه شويه لبن تحطيهم عليهم ماشي، عشان خاطر اللبن بيطري الايه البانيه. تمام. انا كده ايه حطيت البابريكا والثوم بودر والبصل بودر، هحطهم شويه بقى في التلاجة كده ايه اسيبها شويه تتبل كده عشان تاخد البانيه ياخد من طعم التتبيله. هقطع البطاطس كده زي ما انتم شايفين، اقطعها لها صوابع عشان اعمل لها الوجبه اللي هي عايزاها. ما انا لازم اتصرف، ما لازم في الوقت اللي احنا فيه ده ست البيت يا جماعه تتصرف، تشوف ايه اوفر ليها وتعمله. قطعت البطاطس صوابع كده، غسلتها وحطيتها في ميه، هحط عليها خل لان الخل بيخلي البطاطس تقرمش زي بره، واحط عليها ملح ونقعتها في البطاطس كده. حطيت بقى ايه زيت كده في الطاسه وحطيت عليها البطاطس. انا بحب ايه اغطي الطاسه عشان خاطر البوتاجاز عندي الزيت ما يطرطش عليه والبوتاجاز ايه يفضل نظيف. تمام. هاجي بقى دلوقتي طلعت البانيه كده من التلاجة، كان فات حوالي ساعه. حطيت كده، هحط كده ايه اهو بقسماط ناعم عشان اعمل بيه البانيه، وهحط عليه شويه دقيق وشويه نشا. انا بحطهم بالويم كده، يعني انا ما عنديش مقادير معينه، انا بحط بالويم كده. النشا بتخلي البانيه يقرمش زي بره بالظبط، والدقيق بيطري البانيه، وكمان البقسماط. في ناس بتحط الدقيق لوحده والبقسماط والنشا لوحدها. انا بحط الثلاثه على بعض، بقسماط ودقيق ونشا. تمام. حطيتهم كده. هكسر دلوقتي بيضتين. تمام اهو. وهحط على البيضتين شويه لبن عشان افك بس البيض، واحط عليهم شويه ملح، احط عليهم شويه ملح وشويه فلفل اسود عشان الزفاره تضيع زفاره البيض. وكمان هحط عليهم شويه لبن عشان خاطر تفك لي البيض شويه، واعرف ايه اضربه، يعني اعرف اظبطه. او شويه لبن تمام صغيرين مش كتار يعني. تمام. وهعرف دلوقتي ايه اهو هضربهم مع بعض كده. هاخد بقى البانيهايه دي احطها في قلب البيض، وبعدين احطها في قلب البقسماط والدقيق والنشا. في ناس بتخلي الدقيق لوحده، تاخد البانيهايه تحطها الاول في الدقيق، وبعدين ترجع تحطها في البيض، وبعدين تحطها في البقسماط والنشا. لا انا ما بحبش كده، انا باخدها من البانيه، باخدها من التتبيله بحطه في البيض، وبعدين بحطه في البقسماط والنشا والدقيق مع بعض. بضغط عليه كده بايدي عشان الكفر ما يطلعش في الزيت. تمام. بضغط عليه كده عشان يلزق في قلب البانيهايه يعني يلزق في قلب البانيهايه نفسها. هعمل بقى العمايل دي مع كيلو البانيه كله في البيض والبقسماط والنشا والدقيق، الخلطه اللي انا عاملاها، وهضغط عليه كويس وارجع احطهم كده وارصهم كلهم في الطبق كده. انا خلصت الكيلو بانيه، هحطه دلوقتي في الفريزر 10 دقايق يتشمع عشان خاطر الكفر ما ينزلش مني في الزيت. تمام كده. انا خلصت، طلعت البانيه كده بعد 10 دقايق. بصوا هوريكم دلوقتي ان الكفر مش هيطلع، وهتبقى مقرمشه احسن من بره كمان. تمام. وحطيتها في الزيت كده اهو. بصوا يا جماعه، هي بتحبوا ايه زي السياق شويه في السوا كده، يعني يبقى ايه مش محروق ومش ني. تمام. دلوقتي هعمل بقى المكرونه الوايت صوص اللي هو الصوص الابيض اللي احنا بناكله في المطاعم وبنتخبل عليه ده. اهو حطيت ميه فيها ملح ونقطتين زيت غليت، وبعدين حطيت المكرونه القلم اللي عندي
انا بحب اعمل في الحله دي، ما حدش عيب عليا، بحب اعمل في الحله دي قوي، بحبها قوي. حطيت معلقتين زبده كده بعد ما المكرونه اتسلقت، صفيتها طبعا 50% وبردت عليها. جبت الحله نفس الحله، حطيت عليها ايه مكعبين زبده كده، وحطيت عليها معلقتين دقيق، قلبتهم، وبعدين بحط عليها اللبن. تمام. وبحط عليها معلقه مرق الدجاج، مكعب مرق، وفلفل اسود لو عندك فلفل ابيض عشان اللون بيبقى حلو. وبقلب الكلام ده كله مع بعضه كده. تمام. قلبت كله مع بعض، وعندي معلقه توم مهروس برضو بتديها نكهه تحفه، بقلبهم كلهم مع بعض كده. وعندي كمان كان نص كوبايه كريمه كده، كريمه طهي، ما عندكيش كفايه الدقيق واللبن والبشاميل اللي بيبقى حلو، عندك بيزود يعني الطعم بتاعها بيبقى جميل زي بره بالظبط. حطيت بقى المكرونه اللي انا كنت سلقاها 50% كده عشان خاطر ما تعجنش مني اهي يا جماعه. المكرونه بقت تحفه، عايزه اقول لكم البنت شكرت، والبانيه بصوا عامل ازاي، البنت شكرت في الاكله دي جدا. اكمل لها بقى زي المطعم بالظبط، حطيت لها كده الكاتشب. تمام. شويه كاتشب، واحط لها شويه مستردة وشويه مايونيز، عشان تقول لي يا ماما انت اكلك احلى من اكل المطاعم، وما تطلبش بره من المطعم. بصراحه انا ما بقاش معايا فلوس لاكل المطاعم. الاول الدنيا كانت غير كده، دلوقتي كنت ممكن تطلب يوم في الاسبوع اكل من بره اجيب لها، لكن دلوقتي الدنيا بقت صعبه قوي. اهو حطيت مايونيز ومستردة وكاتشب عشان خاطر اكمل لها الاكله. تمام. اهو البانيه بقى تحفه، عايزه اقول لكم البطاطس والاكله كلها بقت جميله، ووفرت في جيبي فلوس كتير، وكلنا كلنا وشبعنا. يلا باي باي.